رمضان كيقول لك كاين الكفارات، كاين كذا، كاين التوبه، كاين هذه. اما كندويو على قضيه الصلاه وحدين كيقول لك ما فيهاش تعويض الهضره. كيقول لك تارك الصلاه، كيقول لك ما تشرحش لينا حنا تارك الصلاه، ما كندورش على المدرسه المالكيه، كندوروا على غيرها. كيقول لك تارك الصلاه، يقول لك ما تشرحش لينا، ما تقولش لينا تارك الصلاه كسلا ولا اذا استتيب ثلاثا، ما عندنا ما نديروا بهذه الهضره هذه. كيقول لك تارك الصلاه، كيقول لك هذا كافر، النقطه. خدا جابوها هما من الاخر وجاتهم سهله. هي صعيبه على تارك الصلاه، لكن هما جاتهم سهله. قال لك ماشي غير كافر لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تؤخذ منه تركة، لا ينكح، لا يزوج. هادشي كله طاري بديك الصلاة اللي اصلا ما مسوقش لها. هادشي كله طاري بديك الصلاة شريف اللي انت ما مسوقش لها. ورمضان كيقول لك رمضان الا كلا عمدا راه كاين الكفارات كذا، منهم من قاسها على هذه، منهم من قاسها على الجماع، قال لك 60 يوم تابعه، شهرين متتابعين. اللي قال لك لا راه التوبه والقضاء الى اخره، هذا كلام اخر. اما الصلاه هذا موضوع اخر. رمضان تيجي تيعاود لك المركزيه ديال شرع الله عز وجل والاهميه ديالو والاخره في حياتك. علاش ما تشربش هذيك الجغمه د الماء؟ بل اكثر من هذا، على وسط النهار تجد الرجل والمرأة تجدهما يتحريان الوقت ديال الصبح. إذا مشات قال الله أكبر، إلى فمو شي حاجة يحيدها، لا تيبقى تيسالي الأذان إلى آخره. ما تلعبش بدينك، أنا نقول لك من هنا ما تلعبش بدينك. وماشي أي واحد خرج لنا في انستغرام داير اللحية، ولا أي وحدة خارجة في انستغرام داير الحجاب ولا داير النقاب راه مصدر للفتوى. ردوا البال، لا تلعبوا بدينكم، هذا ركن من أركان الإسلام. ما كندويوش على جاري إلا درت معاه كذا ما درتش معاه كذا، أو لا خويا الصغير، هذا ما كنهضروا على أركان الإسلام، الواحد ما يلعبش فيها. المغرب كتلقى بنادم يقدر يوفي، يسمع الأذان كيقول لي واش الأذان ديال دربنا، يقدر المدن ديال دربهم غير تعطل، والأذان ديال الحي اللي حداهم راه هو أذان وقت المغرب، لكن هو يتحرى. كتقول لي علاش؟ كيقول لك اخا ما فينا ما يغلط، راه رمضان هذا. ماشي الحقيقه، راه ماشي راه رمضان هذا، راه سيدي ربي رجعنا كنراقبوه انه راه سبحانه وتعالى ينظر الينا في كل لحظه وحيد. هذا هو اللي رجع مع رمضان.